ايه رأيكم بقى في الغريبة الجميلة دي؟ بجد تحفة. ودي بقى الغريبة الدايبة الجميلة. تعالوا نشوف الغريبة بتاعتنا ديت. شايفين الجمال؟ شايفين قلبها؟ وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا لأول مرة بيشوفني، أنا اسمي سلمى، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم الغريبة لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. وتعالوا معانا نعمل الغريبة بأسهل مقادير، والغريبة دي اللي هي مظبوطة تمام، لا تشقق منك ولا تطلع ناشفة. بجد مقادير مظبوطة. كوباية دقيق، نص كوباية سمنة، ربع كوباية سكر بودر، معانا معلقة كاكاو خام، ومعانا للتزيين بندق. ممكن تحطي ملبس، ممكن تحطي قرنفل، اللي موجود عندك استخدميه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. وتعالوا ننزل الاول النص كوباية سمنة، وهتكون طبعا بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده معانا ربع كوباية سكر بودرة، وهنبتدي ندخلهم في بعض كده الاول علشان ايه السكر ما يطلعش بره. وبعد كده نبتدي بالخفق بالمضرب الكهرباء زي ما قلنا، او الهاند بلندر اللي موجود عندك استخدميه. هنفضل نخفق فيها جامد قوي لحد ما تبقى تدينا الشكل الكريمي بالشكل ده. شايفين الشكل كده بقى كريمي. وهننزل الدقيق وهنبتدي نقلبها بالشكل ده. وبعد كده نبقى نستخدمه ايدينا، ومش هنعجن، هنعمل كده. شايفين؟ نفضل نعملها بايدينا بالشكل ده بالصوابع، باطرف الصوابع، مش عجين، لحد العجينه ما تلم معاكي. خلاص شربنا السمنه بالدقيق، وهناخد حته نجربها نشوفها حلوه ولا لا. هنلفها في ايدينا كده. شايفين ما بتلزقش في الايد وما بتشققش؟ حلوه ازاي؟ وزي احنا متعودين في اي معجنات لازم بتاخدي حته الاول كده مثلا، وتروحي تجربيها تخبزيها وتشوفيها هتطلع شكلها ايه. ويلا بينا. هناخد دلوقتي هناخد ادي معلقه الكاكاو، وهناخد حته عجينه صغيره كده، وهنقلبها فيها علشان هنزين بيها. هتشوفوا هنعمله بيها ايه. هنشربها في الكاكاو كويس، ولو لقيتيها ناشفه حطي عليها حته سمنه صغيره، لان الكاكاو هينشفها. شايفين؟ حته صغيره على طرف السكينه كده اهيت. وهنشربهم ببعض. بتاعتنا جاهزه اهيت، والعجينه البني برضو جاهزه. وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. هنبتدي ناخد حتت صغيره كده ونكورها. شايفين مكورها ازاي؟ زي البليه كده. هنعمل شويه كده ونوريكم الطريقه. وهنجيب البني ده وهنعمله شرايط رفيعه قوي. بصي هنعملها شرايط بالشكل ده، يعني على قد ما تقدري رفعيها. بصي ايدك مش هتبقى مفروده كده، هتبقى متنيه سنه كده. وهنحط فيها 3 كور بالشكل ده. شايفين؟ وهنيجي جايين الشرايط اللي احنا عاملينها هنحطها بين الكور بالشكل ده. بصي شايفينها كويس؟ وبعد كده ايدك برضو من هنا هتبقى متنيه شويه كده، وتنزلي عليها وتبتدي تكوري فيها، تلفيها كده في ايدك. شايفين؟ بصوا شكل الغريبه. نعمله كمان واحده. ادي 3 كور قد البليه كده. وناخد شريط كده ونحطه بينهم، وناخد شريط تاني ونحطه في الحتة دي كده. نمسح ايدينا، معانا منديل على طول نمسح ايدينا فيه كده. وبرده ايدينا زي ما اتفقنا بالشكل ده. شايفين؟ ممكن تعمليها شوية كمان
شايفين الجمال؟ بصي حلوة قوي. شايفين جمال الغريبة؟ وتعالوا نعمله شكل تاني. هنجيب حتة على بعضيها كده وهنعملها برضو بنفس الطريقة، ايدك كده كده برضو مش مفرودة، وهنجيب واحدة بندق وهنيجوا حاطينها في النص، او قرنفل، او اللي هو ملبس الحلويات. بنص كوباية سمنة عملنا صينيتين حلوين قوي، واما يتخبزوا يطلعوا من الفرن هنوريه لكم، ويكون الفرن جاهز على 250 يعني 125 عندكم، وبيقعد تلت ساعة في الفرن. لو انت بتعملي الشوكولاته بتبرميها بايدك كده ما انتش عارفه تبرميها وبتسيح منك، ممكن ان انت تحطيها في التلاجة تنشف شويه وتبرميها على الرخامه، ما تبرميهاش على ايدك. ويلا بينا على الفرن. وده شكل الغريبه بعد ما اتخبزت. شايفين جميله قد ايه؟ كده خلصنا الغريبه بتاعتنا الجميله دي. شايفين الجمال؟ شايفين حلوه قد ايه؟ بجد طالعه تحفه. هو ده بقى شغل فاخر من الاخر، وبجد بجد طعم وريح.